السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو دوت هنشوف ازاي ندخل على منصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة اللي هي اسمها كيرو و... والمنصة اللي هي بتاعة الحساب المدرسي الموحد. طيب ايه الحساب؟ بس قبل ما ندخل في الفيديو، الحساب المدرسي الموحد دوت لو انت مثلا في محافظة الجيزة، انت المدرسة بتديك ميل. الميل دوت بيكون موحد على كل المحافظة، يعني كل المدارس بيكون معاها الميل ده. تمام. وطبعا الباسورد بتاع الميل دوت بيكون موحد على كله، لكن انت طبعا لازما تغيره، وهنشوف ازاي يعني تغيره. تمام. فيلا بينا. طيب انت اول ما تفتح المنصة، انت هتلاقي عندك في اختيارين. الاختيار اللي هو اسمه التدريب على الذكاء الاصطناعي، وعندك هنا متطلبات البريد لما الاستمارة. طيب انت لو دوست على كلمة متاح الاستلام للصف الاول الثانوي، لو دوست عليها هنا كده، تمام، هتطلع لك صفحة مايكروسوفت ديت. هنا بيقول لك حط الميل الموحد اللي هي المدرسة بتاعتك بتديهولك، او انا هوريك ازاي دلوقتي تجيبه يعني. تمام. فانت بتحطه هنا، تمام، بالشكل ده، وبتدوس نيكست. هنا بقى الباسورد. طيب بص، الباسورد بيكون زي ما قلت لك في الاول ان هو بيكون موحد، فعشان تعمل باسورد جديد لازم تركز معايا بقى ايه في الخطوات الجايه، عشان هخش بايه على الشغل. طيب. طيب الباسورد الموحد دوت قبل ما تخش المدرسة بتديهولك. تمام. فانت بتغيره، انا هوريك ازاي تغيره دلوقتي. طيب، شايف كلمة اوفيس 365 اللي هي 365، بتدوس عليها. تمام. هيفتح لك الصفحة دي، يقول لك الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية. هيطلع لك عندك حساب معلم وحساب الطالب. انت هتدوس طبعا على حساب الطالب، هتطلع لك الصفحة دي. الصفحة دي سهلة جدا، انت بس بتحط فيها الرقم القومي بتاعك المكتوب. اعمل ايه بعد كده بقى؟ هيطلع لك حاجة تانية اسمها ادخل كود الطالب. هتقولي ايه كود الطالب دوت؟ بص، كود الطالب دوت بيكون موجود فين؟ يا اما في الوصل بتاع البريد، هتلاقيه مكتوب كده اسمه كود طالب، او يا اما هتلاقيه في المدرسة. ممكن تروح مثلا شؤون الطلبة اي ميس هناك، تقول لها عايز الكود بتاعي، تدور على اسمك وتديهوله. تمام. او بقى الطريقه الاسهل خالص، انت لو المدرسه بتاعتك هتلاقي كده في الفصل بتاعك لستة الاسماء بيكون فيها اسمك. تمام. هتلاقي جنب الاسم بتاعك كود كده، او هتلاقي كده رقم مكون من 9 ارقام، ده الكود بتاعك. حلو. فانت بتحطه هنا بالشكل ده. بعد ما بتحط طبعا، لو ما لقيتوش عندك في الفصل قلت لك ممكن تلاقيه في الوصل بتاع البريد، او في شؤون الطلبه، او اي ميس ممكن تسأله. تمام. بعد كده بتدوس انا لست برنامج روبوت هنا، وعامل لك علامة صح، التحقق من البيانات. هنا بقى، بص بقى يا معلم، هنا بيقول لك هذا الحساب موجود حاليا، يعني انا كده اصلا سجلت يعني. لكن انت اول ما هتدوس تأكيد، يجيب لك يا باشا الاسم والصف اللي انت فيه والمحافظة والإدارة التعليمية اكتوبر والمدرسة اللي انت فيها، وبيجيب لك بقى رقم التليفون والبريد بتاعك. طبعا البريد بتاعك دوت لازم يكون اساسي، لو مش عامل بريد اعمل، واعمله برقم التليفون. تمام. طيب بص بقى، رقم التليفون دوت متسجل عليه الميل بتاعي اللي هو الشخصي. تمام. عشان كده هتلاقيه جايب لك الميل والتليفون. حلو. ايه بعد كده؟ هنا هيقول لك عشان آه تعمل باسورد جديدة، حط الباسورد اللي هي المدرسة مديهولك، اللي هو الباسورد الموحد، بتحطه هنا. حتى هنا هتلاقي بعد البيانات بتاعتك هتلاقي حاجة هنا اسمها اسم الحساب دوت البريد الالكتروني الموحد بتاعك. لو مثلا المدرسة ما ادتلكش، او انت مش عارف بيجيبه منين، بيجيبه بالطريقة دي، هتلاقيه موجود هنا. حتى هتلاقي هنا انا محافظة الجيزة، هتلاقي مكتوب هنا جيزة 6. تمام. حلو. بتعمل ايه بقى؟ زي ما قلنا بتحط الباسورد الموحد هنا. بعد كده كلمة مرور جديدة، انت بتعمل كلمة مرور جديدة دي ليك انت بتكون حافظها. ونصيحة مني يعني، خليك خليها سهلة بالنسبة لك انت. حلو. او ان انت تسجلها في نوت او عندك على التليفون، علشان الباسورد دوت انت اللي هتخش بيه الامتحان بتاع اخر السنة، فايه ما تنساهوش يعني. بتحط هنا الباسورد موحد، بتعمل طبعا كلمة المرور بتاعتك الجديدة،
وبتأكد عليها وبتدوس انا لست برنامج روبوت، يملك علامة صح. بعد ما تخلص هتدوس على كلمة تغيير كلمة المرور وارسال كود التأكيد الى البريد الالكتروني البديل اللي هو بتاعك. تمام. طبعا انا لو دخلت الباسورد بتاعي وحطيته تاني مش هيعمل حاجه، لان انا كده كده اصلا موجود على النظام، فمش هيبعت لي كود تاني، يعني هو الكود بيتبعت مره واحده. فبتدوس هنا، هقول لك هيعمل لك ايه دلوقتي. اول ما هتدوس هنا بالظبط، خليك معايا بقى عشان كده بقول لك ركز معايا، هيفتح لك صفحه زي دي، يعني نفس الصفحه دي لكن مش هتلاقي فيها كل البيانات دي. انت هتلاقيه بس بيقول لك ايه، ادخل الكود للتاكيد. تمام. بتروح على الميل بتاعك وبتحطه، بتدوس على كلمة هنا تقريبا بتبقى مكتوبة تأكيد المعلومات أو تأكيد الطلب، وبتدوس عليها. بعد ما بتدوس عليها ايه اللي بيحصل؟ مبيحصلش حاجة، انت كده يا معلم بقيت موجود في النظام، أو الحساب بتاعك بقى موجود في النظام بتاع الوزارة. تمام، يعني كده انت خلاص تمام، كده انت زي الفل. هتقولي بعد كل ده هدخل ازاي على منصة البرمجة؟ ما انا هقولك، انت عشان تدخل على منصة البرمجة لازم تعمل الخطوات دي الاول، وخد الميل الموحد دوت كوبي عشان هنحتاجه. تمام. كده احنا خلصنا من الصفحة دي، اقفلها انا مش عايزها خلاص. ارجع للصفحة الاساسية الاولانية. تمام. كده انت خلاص، كده اول خطوة حصل. نعمل ايه بقى عشان نخش على منصة البرمجة؟ بص، هتدخل هنا زي ما في اول الفيديو، متاح الاستلام للصف الاول الثانوي، هتدوس عليها. هتدوس، هو طبعا مش هيجيب لك ديت عشان انا مسجل، انت هتدوس هنا هيطلع لك دي بالظبط. حلو. هتحط الميل الموحد وهتدوس نيكست، وتحط الباسورد بتاعك انت، مش الباسورد الموحد بتاعك انت اللي انت لسه عامله. تمام. هيجيب لك صفحة. طيب هو مش هيجيب لك الصفحة دي، ولا هو بيقول لك انت عايز تفضل موجود، فانا هقول له كده كده يعني ايه يس. بس انت هيظهر لك حاجة تانية، هيظهر لك نيكست، وبعد كده هيجيب لك على الصفحة دي مباشرة. في جزئية في الباسورد، الباسورد لازم تركز فيه جامد قوي، وتركز انت هتعمله كابيتال ولا سمول. تمام، عشان بتفرق. بس دي ملحوظة كده يعني صغيرة ايه في نص الفيديو. طيب بعد ما هيدخلك على الصفحة دي، هتدوس على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي، هتدوس عليها هنا. هيجيب لك بقى البيانات الشخصية، اسمك، محافظتك، الإدارة، الصف بتاعك، وهكذا. طيب هنا بقى دوت اللينك بتاع المنصة. تمام. ودوت الاي دي بتاعك او اللوجن اي دي، دوت الباسورد بتاعك. دولت عشان بس تبقى الصورة واضحة، الباسورد دوت غير الباسورد بتاع الميل الموحد، يعني ده غير ده. الميل الموحد دوت بتاعك، الميل الباسورد دوت اللي هو عامله لك دوت بتاع المنصة بس، منصة البرمجة، منصة البرمجة بس. تمام. والاسم المستخدم طبعا الكود بتاعك. طيب بتدوس هنا على السهم دوت، او بتاخد اللينك كوبي، بتدوس هنا بيحمل معاك. طبعا عشان انا داخل فعامل عادي خروج بالشكل ده. هنا هتطلع لك الصفحة دي اللي هي بتاعة المنصة بتاعة البرمجة اللي هي كيرو. اقول لك حط اللوجن اي دي، ما تحطش الميل الموحد. انت هتاخد الكود بتاعك والباسورد اللي هو مديهولك، الباسورد اللي هو مديهولك، ما تحطش الباسورد بتاع الميل الموحد، وتحطه هنا كده وتدوس ايه لوج ان. هيبدأ يحمل معاك ويدخلك عادي ايه على المنصة، وتدوس ستارت. بس كده يا معلم انت كده دخلت على المنصة بكل ايه سهولة. بص، هي الخطوات طويلة لكن سهلة، انت بس ايه ركز ايه في الفيديو. والخطوات اللي فاتت لازم تعملها، اللي هو الميل الموحد وان انت تغير الباسورد دوت لازم تعمله عشان تعرف اصلا تدخل على المنصة اللي انت شايف اصلا هو ايه، يعني مديلك باسورد خاص وبالكود بتاعك. تمام. وبس كده، ابدأ بقى شوف دروسك، وكان معاكم يوسف، وسلام.